لو ما شفتش الاجزاء السابقه من حكايه انج روح شوفها، وهتلاقي رابطها في الوصف وفي تعليق مثبت. وده ملخص الجزء الاول من الموسم الثاني، ومن الموسم ده هتبدا الاحداث الجامده جدا وبدايه تحول انج لوحش لا يرحم احد. وبدون ما اطول عليكم، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، عايزين نوصل 1000 مشترك في اسرع وقت. ويلا بقى نبدا. وبعد كده بتشوف فريق انج دخل للغابه، وانج بيدوس على النواه وبتبدا تظهر له جناحات، وبيقول ان هو ده جناح النانو. ودلوقتي تخيل ان جناح النانو بيتحلل ويعاد تجميعه بشكل سلاح، وبيبقى سلاح في ايده، وبيقول انه حصل عليه، وان معدات النانو اتطورت حقا في اخر 60 سنة. وبيقول صاحب انج انتوا مجهزون؟ وبيقولوا له وبيقول ان هدفنا هو وحش بدون زعانف، وهنقاتلهم في دفعة واحدة. وبتقول لهم الراكشة الذي لا تبتسم اتبعوا الخطة وانتشروا. وبيبدأ كل يستخدم قوته وبيروح للوحوش، والوحوش بتبدأ تهجم عليهم. وبتقول البنت ان لسه عندهم 3 مهمات من الرتبة ايه علشان يعملوها، وانهم ما يقدروش انهم يضيعوا الوقت، وهيعملوا كده بسرعة. وبتبدأ تقول لهم التعليمات، وان صاحب انج هيعيق الوحش، وفعلا بيعمل كده وبيضرب الوحش. وبعد كده هيدخل انج وتوموري بيضعفهما، وفعلا ده اللي بيحصل، وانج والبنت بيضربوا مرة واحدة واللي بيضعفوا الوحش. وبيقول انج انا ما اقدرش انتظر لاراكما تتخبطان بعد ما كسر مفاصلكم. نعم يا انج انها العظمه. وبيقول صاحب انج دلوقتي انتوا هتذوقوا طعم ضربتي. وبيضربوا هما الاتنين، وبتكون الضربه قويه جدا، وبتدخل عليهم الراكشة الذي لا تبتسم، وبتقول انها اخيرا هتنهي الامر بطريقه استثنائيه، وفعلا بضربه واحده بتقدر تنهيهم. هي دي فعلا قوه الراكشة الذي لا تبتسم، وبتستخدم قوه معامله الحمل الزائد، وبتفجرهم هما الاتنين بضربة واحدة. وبتقول على نفسها ان المرة دي كان ادائها كويس، وبتكون البنت فرحانة بيها. وبيقول صاحب انج ان اخيرا الامر خلص، وكانت مهمة تبديد الوحش اصعب من المهمة اللي حصلنا عليها اثناء الامتحان، وهو ده المتوقع من المهام من الرتبة ايه، وانهم قعدوا وقت طويل علشان يكملوها. وبيقولوا انهم اسقطوا قلب احمر. وبتمسكوا البنت، وبتقول الراكشة الذي لا تبتسم لانج شكرا على عملك الجاد، وانهم دلوقتي تلقوا 10 نقاط. فبيقول لها انج ان المهمات اللي بتكتمل بتتدمر تلقائيا، وان دي شكلها تقنية تطور. فبتشرح له البنت وبتقول له ان التكنولوجيا دلوقتي بتركز على الوحوش في النهاية، وهناك رقاقة في المهمة بتربط بلوح النقاط في المدينة، ولما بيتم إكمال مهمة ستقوم اللوحة بتحديث النقاط بشكل تلقائي. وإن دلوقتي هم أكملوا المهمة تبديد الضباب خارج المدينة، وإنهم لسه عندهم مهمات تانية، وهيجمعوا 10 من قلوب الوحوش عديمة الزعانف، وهيمسكوا ب3 وحوش عديمة زعانف أحياء. وبتقول إنها كلها صعبة، وإننا قعدنا طول اليوم نقاتل في الوحوش عديمة الزعانف، لكننا ما حصلناش إلا على 3 قلوب حتى الآن، وإن لسه عندنا 7. وكمان أيضا مهمة الإمساك ببعض الوحوش حيا، وإن هي سمعت إن المهام دي هي الأصعب دائما. فبيقول صاحب أنج إن هو يعتقد إن الأمر مش هيكون بالسهل بالنسبة لينا. ففي النهاية الفرق التانية بتعمل بجد لكسب النقاط زي ما احنا بنعمل. وبتقول لهم الراكشة لا تبتسم إنهم دلوقتي هيراجعوا خطتهم، وإنهم هينتهوا من المهمتين من الرتبة ايه، وهناخد المزيد من المهمات من الرتبة ايه، وهنطلع للقمة مباشرة. وبيكون الفريق فرحان بيها. وبيقول صاحب أنج ايه رأيك؟ فبيقول له أنج إنهم كلهم صح، وإن لابد إن الفرق التانية بتعمل بجد زي ما احنا بنعمل للحصول على النقاط، وإن هيكون من الصعب لينا إننا نجيبهم بالسرعة دي، وإن بغض النظر عن الموقف الحالي فدائما ما يحصل الطائر الذي يستيقظ مبكرا على الدودة، وإنهم مش هيتمكنوا من تحقيق أي شيء إن وقفوا وراقبونا. وبيقول في سره إنه ظن إن قلبه كان هيتحجر بعد إنه عاش أكتر من نصف قرن عبر حياة الثانية، وإنه ما كانش يعرف إنه هيعيد بعض الشغف الشاب بعد أن أقضي الوقت معهم. وبيقول إنهم يحاولوا إنهم يكملوا مهمة الغروب، والفريق كله بيفرح. وبعد ما الشمس بتعدي بيكونوا فعلا مسكوا بالوحوش. وبيقول صاحب أنج إنه انتهى من ربطه، وإنهم أمسكوا أخيرا بسلاسة على قيد الحياة. وبتقول لهم الراكشة الذي لا تبتسم إنهم نفذت منهم المهدئات اللي بتستخدم في إمساك الوحوش معدومة الزعانف. ومش كده وبس، وكمان ما بيتمش منح كل فريق سوى بعض الرصاصات الخاصة فقط. وبيكون أنج مش فاهم، فبتقول إنها فعلا بتحتاج تشرح أي حاجة، وإن فعلا تم صنع هذا باستخدام جزيئات النانو، إنه مسدس تخدير الوحوش، إن هذا السلاح
معد مسبقا للمبتدئين لأجل جناح النانو، ولكن صنعه واستخدامه أكثر تعقيدا بكثير. وبيقول أنج إن الأيام دي يبدو الأمر وكأنه يمكنك استخدام مسدسات التخدير للإمساك بالوحوش، وإن في الماضي كان عليهم إنهم يفقدوهم الوعي باستخدام القوة، وكان الباحثون يتذمرون دائما من تسببنا بأضرار دائم لأدمغة الوحوش. وبيقول صاحب أنج إن من الجميل إننا انتهينا من الإمساك بالوحوش على قيد الحياة قبل ما احنا نمسك كل رصاصاتنا المهدئة، وإن المهمة مكتملة، ولكن حتى نتمكن من الإمساك بسلاسة كان علينا أن نقتل مجموعة بأكملها. هناك العشرات منهم تم قتلهم. وبتقول لهم البنت إن على المحاربين أن يعودوا إلى المدينة قبل الغروب، وإن القانون ده مؤكد، وإنهم لو رجعوا متأخر فهيتم عقابهم، وإنهم هيرجعوا دلوقتي لتناول العشاء. وبيقول أنج صح، أنا معرفش دلوقتي هو الشخصية الحقيقية عندها منزل. وبتقول راكيش الذي لا تبتسم إنها بتتكلم صح، وإنها لازم تعود للدوجو بسرعة برضه، ودلوقتي عليهم فقط إنهم يستخدموا نظام تحديد الأماكن لنرسل الإحداثيات إلى الباحثين، وهيتم تمييز المهمة على أنها مكتملة بعد إنهم يحصلوا على هؤلاء الثلاثة. فبيقول أنج هو بجانب اللي انت بتقوليه ده انت مش حاسة بهلة قتل؟ وفعلا حاجة بتيجي في لمح البصر، وكلهم بيتصدموا، وحد بيتكلم وبيقول أنا ما أقدرش أسيبكم إنكم تكملوا هذه المهمة أيها الرفاق. فبتقول البنت مين هناك؟ وبيكون في فريق، وبيقول أنتم فرقة المبتدئين، أخذت كل المهمات من الرتبة إيه على لوحة المهام، ألستم كذلك؟ إحنا كنا بنخطط لأخذ تلك المهمات، مين اللي سمح ليكم بإنكم تحصلوا عليها؟ وشكل كده هتقوم خناقة كبيرة. فبيقول لهم أنج انتم مين يا رفاق؟ فبيرد عليهم القائد وبيقول احنا الاسم اللي انضمت لسرية القائد جي ياو تانغ خلال التقييم الماضي. الاسم هو البندقية السوداء، بعبارة ابسط نحن كبائركم واحدى الفرق التسع. وبيسأل البنت هو كم فريق انضم لسرية القائد جي ياو تانغ هذه المرة؟ فبتقول له 3. فبيقول هما كانوا 3؟ هو فرقة المبتدئين خاصتكم ما عملتش احترام لينا يا للعصيان. وبيبدأ يتحرك واحد منهم، وبيكمل قائدهم وبيقول وبرضه ما طلبتوش موافقتنا نحن الكبار قبل أن تأخذوا كل هذه المهمات من الرتبة إيه لأنفسكم؟ يبدو أنكم لا تأخذون على محمل الجد. وبتبص راكيش الذي لا تبتسم للوحش وبتتعصب منهم، وبتقول احنا تعبنا واجتهدنا للإمساك بهذه الوحوش. فبيقول قائد الفريق من قائدكم؟ انت ليه ما خدتش فريقك لتحيتنا بعد؟ والبنت بتطير بكل سرعتها وبتضربه، ولكن هو بيتفادى الضربة بكل سهولة، وبيقول لها انها ازاي بتجرؤ على مهاجمة من هم اكبر منك؟ انتم مجرد حقنة من المبتدئين الذين يفتقرون الى الانضباط. فبتقول له راكيش الذي لا تبتسم وهي بتستخدم قوتها انتوا ازاي بتجرؤوا على مناداة انفسكم بكبائرنا؟ وبيمسكوها فريقها وبيقولوا لها ما تتصرفيش بتهور يا لو، هما برضو اكبر منا، خلينا نحاول اننا نحل الموضوع بالكلام. فبتقول لها البنت التانية بلا منطق ان تقتلوا ببساطة الوحوش، واننا بذلنا الكثير من الجهد. وبيقول قائد الفريق انتم غير منطقيين، هذه فقط ما هي إلا المنافسة هنا، انتم لأي درجة انتم عباط وأغبياء. والبنت بتكون متعصبة منه وبتقول انهم أفسدوا مهمتنا وانهم بذلوا كل جهدهم، وكيف المفترض انهم يواجهوا فرقتهم. وبيبص صاحب أنج لأنج وبيقول يا أنج تفاهم معهم. وقبل ما يكمل الكلمة أنج أصلا كان سبقه. لا والله يا أنج انت عظيم. وأنج بيوصل بسرعة كبيرة لدرجة ان قائدهم ما بيقدرش يشوفه، وده من قوة سرعته، وبيضربه في وشه وبيقول له انهم يمكنهم انهم يمشوا دلوقتي، وبيكون بعدوا لحتة بعيدة. وانج بيقول انتوا بتحاولوا انكم توقعوا المبتدئين، انا ما شفتش قبل كده هراء زي كده. انتوا بتعرفوا حتى مقدار الجهد اللي بذلناه لنمسك بهذه الوحوش عن اي قوانين لعينة تتحدثون؟ انا ما شفتش قبل كده احد غير منطقي للدرجة دي حتى في حياتي السابقة. وهنا بقى انا كنت بضحك لان راكيش الذي لا تبتسم دلوقتي فرحانه بيه، اللي هي ما كانتش طايقاه اصلا، عكس صاحبه اللي بقى دلوقتي مش طايقه لانه هو اصلا كان بيستشير بيه علشان يحل الموضوع مش علشان يدخل يضربهم. بس عند انجي مفيش تفاهم، ولا 1 ولا 2 ولا 3 اصلا يقدروا يمنعوه. وعند قائد الفرقه بيقول له وغد انت ازاي بتجرؤ على معامله من هم اكبر منك بهذه الطريقه؟ البندقية السوداء
استعدوا للمعركة. وفعلا فريق البندقية السوداء بيبدأ للمعركة، وعند العكاشة الذي لا تبتسم بتقول ابدأوا المعركة هلموا إلينا. وفعلا الفريقين بيبدأوا يدخلوا ببعض، وحد بيتكلم وبيقول يا لها من حماقة، وبيكون هو القائد الثالث وبيوقفهم هما الاثنين قبل ما يضربوا بعض، وبيمسكهم وبيبعدهم هما الاثنين، وبيقدر يقف قائد البندقية السوداء وبيقول أنج يبدو أننا لم نتقاتل. أنا كنت عايز أشوف معايير المحاربين الحديثين. وعند قائد السرية بيكون متعصب منهم وبيقول لهم أنتوا مش مهتمين حيان نجاتكم أيها الأشقياء. الشمس تكاد تغيب ولكن أنتوا لا تزالون تتقاتلون. انتوا بتخططوا لتقديم انفسكم كطعام لسرب الوحوش. وبيكون الولد خايف وعمال يقول له انهم هم اللي عملوا كده وهم اللي بدأوا. وكمان مش كده وبس، لا ده كمان ضرب قناعي. وبترد عليه عكاشه اللي هي تبتسم برد ضحكني انا شخصيا وفرحني في نفس الوقت، رد بيغيظ اي حد. انت بتشتكي لقائد السريه جاو ياو تنخ، هو انت طفل؟ وبتقول له البنت التانية انها عندها دليل فوتوغرافي وانهم قتلوا الوحوش التلاتة اللي امسكوا بيها حية، ومع ذلك انهم ما عندهمش الحياء لدرجة انهم بيشتكوا منا. فبيقول لهم القائد اللي مسك بالوحوش هذه مهمة من الغدة ايه؟ هو انت خدتها فرقتكم؟ فبتقول له الخش الذي لا تبتسم انهم عملوا كده وانهم اكملوا المهمة، ولكن قامت الفرقة البندقية السوداء بتخريب جهودنا. فبيقول قائد السرية فهمت، قد تظنون أنهم يبالغون لكنهم مروا بالأمر ذاته عندما كانوا مبتدئين، ولكن كان في النهاية إحنا مش هنشوف غير لقاء الفرقة بغض النظر عن الأذى المتعمد وتهديد حياة بعضكم. فكل أشكال السلوك المتنافسة مسموحة وتنطبق هذه القوانين على كل مدينة، واللي بصفتهم محاربون هيتواجهوا تحديات أكبر في المستقبل لما يحل الوقت إنهم يتواجهوا. وأنا بسبب تدخلي الآن أن نقاتل بين الفرق غير مسموح. أنا بتدخل علشان الشمس تغيب، علشان كده يلا ارجعوا المدينة. وأنتم أيها الفرقة أخذت فرقة مبتدئين من المهمة إيه؟ منكم وأنتم سمحتوا لأنفسكم حتى بأن يتم ضربكم. أشعر بالعار نيابة عنكم. ارجعوا وفكروا أنت هتعملوا إيه. فبيقول له حاضر وبيمشي. وهو بيمشي أنت تجرؤ على ذكر اسمك؟ فبيرد أنج وبيقول له إنه أنج، وبينصدم المحارب وبعدها بيبدأ يضحك إن لديه اسم المحارب الأعظم. وهو ماشي بيكمل وبيقول يا أنج أنا مش هسيب فرقتك تحصل على النقاط بهذه السهولة، وأنا أقدر أأكد ليك كده الشهر ده هيكون ترتيب فرقتكم في أسفل لوحة للترتيب. وبيقف عند القناع وبيكمل وبيقول وبرضه أنا هنتقم ليكم على ده. وبيمسك القناع وبيبدأ يلبسه وبيقول لهم أيها البندقية السوداء هيا بنا. وبيقول لهم القائد الثالث اللي ممكن ما تكونش البندقية السوداء الفرقة الأقوى، لكنهم معروفون بتنفيذهم السريع وانهم هيحاولوا تشتيت او تخريب تقديم مهماتكم بهذه السهولة. وبالاضافة لذلك يمتاز قائد البندقية السوداء بإتقانه لاستخدام الاسلحة النارية، وفي القتال السابق ما استخدمش واحد حتى، وانه بيعترف ان فرقة المبتدئين بتاعتكم مش ضعيفة. لا يزالون المحاربون الموهوبين موجودين، وان اظهرت كلا الفرقتين كل ما لديها فممكن الامر ما ينتهيش في صالحكم. يلا دلوقتي عودوا الى المدينة. وبعد كده عكاشه الذي لا تبتسم بتسأل أنج وبتقول له هو انت ليه شارد؟ انت بتحاول انك تكون رائع، واللي كانت ضربته جامدة جدا. وبيقول صاحب أنج هو انت هتيجي لتناول العشاء؟ فبيرد أنج وبيقول له انه عنده مخططات اليوم. فبيقول له صاحبه هو انت اللي بتتصرف بالسرية دي؟ وبيقول أنج في سره الليلة سوف امسك بثلاثة وحوش هيا بنفسي. وطبعا اللي مش عارف يعني كده فدي حاجة في ذات نفسها مصيبة، لان اسراب الوحوش بتبقى مليانة في كل مكان فهتنتشر كارثة وممكن المدينة تحتل.